قبل ما نبدأ فيلم النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم تلخيصاتنا الجديدة. بيبدأ فيلمنا بشوية كلام كده بنعرف منهم إن بطل الفيلم اللي هو شاروخان بيعاني من متلازمة أسبرجر، وهو نوع من أنواع أمراض التوحد. بيظهر شاروخان هنا وهو بيبحث عن الأماكن اللي هيزورها رئيس الدولة بوش وبيسجلها في المذكرة بتاعته، وبعدها بيتجه لمطار سان فرانسيسكو علشان يسافر. وأثناء ما هو في المطار بيفضل يقرأ قرآن ويسبح وبيلاحظ الناس اللي حواليه، وبيجي شرطي من المطار وبياخدوا يفتشوا شنطته وبيفتشوه لأنهم بيبقوا شاكين فيه يكون إرهابي، وبيلاقوا معاه بطاقة مكتوب فيها إنه مصاب بالتوحد، وبيلاحظوا إن تصرفاته غريبة. ولما مش بيلاقوا حاجة تدينه أو سوابق بيسيبوه يمشي، وبيكون متضايق إن الطيارات كلها اللي رايحة واشنطن طلعت والوقت فات، وإنه لسه باقي 7 ساعات على ميعاد الطيارة الجاية، وإنه مش معاه مبلغ طيارة تانية فهيسافر في أتوبيس. فبيسألوه أنت ليه عايز تسافر واشنطن؟ فبيقول لهم إنه عايز يقابل رئيس الولايات المتحدة. فبيضحكوا عليه وبيسخروا منه وبيسألوه ليه، فقال لهم إنه عايز يقول له إن اسمه خان لكنه مش إرهابي. وبعدها بيقعد خان منتظر الأتوبيس وبيكتب خطاب لواحدة اسمها ماندرا، وبيقول لها فيه إنه بيحبها وإنه هينفذ وعده علشان هي تسامحه، وهو إنه يقابل الرئيس ويوصل رسالته. وبنرجع شوية لورا في ذكريات خان وبيعرفنا إن أبوه ديلاوار كان بيشتغل في ورشة صيانة عربيات، وكان بياخده معاه ويقعد يلعب، وهناك قدر يتعلم يصلح أي حاجة بايظة، لكن للأسف معرفش يصلح أخلاق أبوه اللي ما كانش بيراعي حالته وبيفضل يضربه ويعامله وحش. وكانت أم خان راضية خان بتحبه قوي، لكن خان ما كانش بيحب حد يلمسه أبدا، لكنه كان بيسمح لأمه تحضنه ويقول لنا إنها كانت بتشتغل في التطريز، وإن مفيش ولا دكتور قدر يشخص حالته ويعرف مامته سبب مرضه. لكن مامته ما يأستش وقدرت تتغلب على ده وتخطف قلب خان ويحبها قوي زي ماندرا. ما تستعجلش هعرفك مين ماندرا، بس خلينا نكمل. بنعرف ان في سنة 1983 كان في حرب ما بين المسلمين والهندوس، وبيسمع خان وهو واقف في البلكونة ناس بتتكلم في الشارع وبيقولوا لازم يتقتلوا من غير رحمة. وبيفضل خان يكرر كلامهم وبتسمعه امه وبتاخده تعلمه ان مفيش فرق بين مسلم وهندوسي، وان البشر نوعين، ناس كويسة بتعمل خير وناس تانية اشرار. وبنعرف هنا ان خان اسمه رضوان خان، ولما كان رضوان او خان صغير في المدرسة كانوا الولاد بيضايقوه وبيضربوه، لكنه ما كانش بيعمل لهم حاجة. فبتاخده مامته وبتطلع من المدرسة وبتوديه لشخص متعلم ومدرس اسمه واديا علشان يديله دروس، لكنه بيرفض. وبتتحايل عليه امه وبتقوله ان رضوان ذكي جدا وبيعرف يتكلم انجليزي، فبيوافق وبياخده يعلمه بالفعل. وبيكبر رضوان مع الوقت وبيتطور وذكائه بيزيد، والمعلم بتاعه والناس بيلاحظوا ده، وبتروح الناس تصلح عنده حاجتها البايظه. وبيكون لرضوان اخ اسمه ذاكر بيغير منه لانه واخد اهتمام مامته والناس طول الوقت، فبتاخده مامته وتهديه وبتلاحظ كره ذاكر لرضوان. وبيجي الوقت اللي بيكبر فيه ذاكر وبيكون عنده 18 سنة وبيجهز شنطة علشان يسافر يكمل تعليمه في بلد تانية. ولما بيسافر ذاكر بيكون دايما بيتواصل مع أمه راضية وبيعرفها إنه اتجوز واحدة اسمها حسينة وبتشتغل دكتورة في الجامعة طبعا، بعد ما بيكون أسس شركته وأمن مستقبله. وبيعرف مامته إن ورق الهجرة بتاعها بقى جاهز علشان تروح تعيش معاه، وبتقوله إنها مش هتتحرك من مكانها من غير رضوان. فبيقول لها إنه عمل له ورق هو كمان علشان يسافر معاها، وبتكون مامته زعلانة علشان وحشها جدا ونفسها تشوفه. وبيواسيها رضوان خان بعدد الدقايق، وبعد 6 شهور بتموت مامته بسبب تضخم في عضلة القلب. وبيحزن خان عليها جدا وبيقول إنه علشان قلبها كبير وزي البفتة البيضاء كان هيفضل يوسع يوسع ويضيق علينا المكان، فتوفاها الله. بنهزر معاكم بس عشان ما تعيطوش زيي. نرجع بقى لفيلمنا اللي بيوصل خان لواشنطن، وبنعرف من كلامه في سره إن مامته خلته يوعدها إنه يصنع حياة سعيدة لنفسه زي ذاكر ما عمل، يعني يسافر أمريكا ويشتغل ويتجوز علشان تفرح بيه وبدستة عياله. وفعلا بيسافر خان لسان فرانسيسكو وبيستقبلوا أخوه وبياخدوا بيته وبيعرفوا على حسينة مراته، وبتسلم عليه وبتلاحظ إن تصرفاته غريبة. وبتكون حسينة دارسة علم نفس وكانت أول حد يكتشف حالته، وإنه مصاب متلازمة أسبرجر، وإنه ما بيحبش اللون الأصفر ولا بيحب حد يلمسه، وما بيحبش الدوشة أو الأصوات العالية. ومين سمعك يا خان؟ لكن حسينة الأصيلة دي كانت بتحاول تخليه يتغلب على تعبه وتعلمه حاجات كتير. وبتاخده جمعية المصابين للتوحد وبتقنع ذاكر إنه أحسن من الحالات التانية وإنه ذكي وبيقدر يعبر عن مشاعره، وإنه أمه كان ليها الفضل في ده. وبيقتنع ذاكر وبياخد خان معاه شركته وبيعرفه على اللي فيها وبيعينه موظف مبيعات علشان ينزل ويبيع منتجات الشركة. وبالفعل بيفضل يتدرب وبينزل يلف على الكوافيرات ويسوق للمنتجات بشكل كوميدي من غير ما يكذب. وبيوصل كوافير منهم وبيتريق على المديرة، فبتضحك واحدة بتلفت انتباهه بصوتها لما بيشوفها، وبتطبق معاه نظرية الفيزياء، وهي إن في أصوات بتزود من ضربات القلب، وهو قلبه عمل كده وقتها. دم
طيب المهم بتطلع دي بقى يا سيدي ماندرا اللي كان خان بيكتب لها الجواب وبيحبها قوي، وده وقت اول مقابله ليهم، وبيتكلم في نص الكوافير وبيعرفهم على نفسه وانه عنده متلازمه اسبرجر، وبيسوق للمنتجات وبتسمح له ماندرا يعرض عليهم الحاجه اللي معاه، ولما بتيجي تسلم عليه بيشاور لها بس بتشتري منه المنتجات اللي معاه، وبيفضل يراقبها كل يوم ويبص عليها ويروح اي مكان هي موجوده فيه، وبيلبس وردي زيها علشان الست قالت لها إن اللون ده بيليق عليها، وكل ما بيروح يبيع من منتجات الشركة بتشتري منه، وبتقنعه مع الوقت تقص له شعره وبيسمح لها تلمس شعره عادي. إنه الحب يا سيدي. ولما بتخلص له شعره بيعرض عليها الجواز، لكن بتاخد الموضوع بهزار، وبيجي لها تليفون من واحد اسمه سمير وبتقول له إنها بتحبه وهتروح له البيت، وبنكتشف إن سمير ده ولد صغير وبيطلع ابن مندرة، وبتاخده توصله للمدرسة، وبعدها بتروح الكوافير اللي بتشتغل فيه وبتلاقي خان مستنيه وبيقول لها إنها مطلقة، وإن البنت اللي معاها قالت له كده، وإنها كمان اتجوزت جواز صالونات وهي عندها 19 سنة، وكان جوزها بيضربها كتير، وبعدها طلقها وسافر استراليا مع واحدة تانية وما دفعلهاش نفقة، فبتتضايق طبعا، لكن خان في عالم موازي بيعرض عليها الجواز تاني، فبتفضل تطرده، لكن هو تقريبا مش بيبقى سامعها من الدي جي، وبيفضل يقول لها تتجوزيني، لكنها بتسيبه وتدخل، وبيجي تاني يوم وهو جايب بلالين علشان يصالحها، لكن لما بيشوف البلطو بتاعها لونه اصفر بيتعصب جدا وبيجري ويسيبها، وبيروح يقعد في مكان هادي، وهي بتروح له وبيعرفها انه بيكره اللون الاصفر، وبيتصالحوا بعدها، وبيعرض عليها الجواز 10 مرة، وبتقول له لو وريتني مكان جديد ما شفتهوش قبل كده في المدينة دي هتجوزك، وبيكون ابنها معاها في المحل بتاعها، وبتكون مشغولة جدا ونسيت انها وعدته تخرجه، فبيدخل عليها خان وبيلاقي سمير زعلان، فبتطلب مندرة من خان يخرج سمير لانها مشغولة، وبيروحوا يلعبوا لعبة الالغاز وبيفوزوا بدبدوب، ومع مرور الوقت بتتحسن علاقة سام ابن مندرة بخان وبيحبه جدا، وبتقابل خان مندرة وبتعرفه انها هتنقل هي وسام مدينة تانية بعد شهر وهتفتح محل خاص بيها، فبيطلب تاخده معاها لكنها بتغير الموضوع وبيمشوا، وبنرجع لخان تاني وهو في طريق سفره بيقول انه خاف من حاجات كتير جدا، لكن اكتر حاجة خاف منها بعد مندرة عنه، وبيدخل لوكاندا لكن صاحبها بيقول له انها كلها مليانة، لكن في اوضة كده مدكنها للحبايب، واثناء ما كانوا بيتكلموا بيجي ناس بعربية وبيكسروا ازاز اللوكاندا وبيجروا، وبيطلع البندقية ويجري وراهم، وبيقول انهم ارهابيين مسلمين وعاملين كانهم بيجاهدوا، وانه هيمنع اي مسلم انه يأجر عنده، فبيقرر خان يمشي، ولما الراجل بيقول له ما تمشيش بيقول له انا خان لكني مش ارهابي، وبنعرف ان خان ده اسم بيتقال للمسلمين، وبيشكره ويمشي، وهو ماشي بيتفرج على مندرة في الكاميرا بتاعته، وبيرجع بذكرياته لما راح لها بيتها واخدها بهدوم البيت وطلع يجري بيها علشان يوريها مكان ما شافتوش قبل كده، وطلعوا فوق جبل وراها السحب والشروق، والمره دي هي اللي بتعرض عليه الجواز وهو اللي بيتكسف، وبيروح يقول لاخوه لكن اخوه بيرفض وبيعارضه لانها هندوسيه وهو مسلم، وبيقول له ذاكر لو اتجوزتها مالكش مكان في بيتي، وبتنقل مندرة للمدينه التانيه هي وسام، وبيسالها سام لما تتجوزي كان هيبقى اسمي سمير كان؟ قالت له لا اسمها خان يا حبيبي مش كان، ما تضحكش الناس علينا، وبيبدا الترتيب للفرح واللحظات الرومانسيه الكوميديه بتنطلق، وهنا بنعرف ان مندرة تاني واحده بعد مامته يسمح لها تلمسه عادي بدون انزعاج منه، وبتروح لهم حسينه علشان تبارك لهم، وده معناه انها عكس ذاكر وموافقه على الجوازه دي، وبيجوا جيرانهم يباركوا لهم، وبيكون معاهم طفل اسمه ريس، وبتعرفهم مندرة على خان وسام، وبعدها بيتجوزوا وبيعيشوا حياه سعيده جدا. انت رايح فين؟ لسه بدري استنى. بيصلي خان وبيسيب مندرة تمارس طقوسها الدينيه عادي، وبيربوا سام سوا، وبيفتتحوا الكوافير او الصالون الجديد لمندرة وبيشتغلوا فيه سوا، ومع الوقت بيتصاحب سام وريس جدا، وبكده يكون نفذ وعد الام وصنع حياه سعيده لنفسه. وفي يوم بيصحوا على خبر وحش جدا وهو تفجير برجين للمسلمين، وهنا بيصلوا الناس في الكنائس على روح الشهداء، وبيلموا تبرعات لاهالي رجال الاطفاء اللي ماتوا وهم بينقذوا الناس، وبيتبرع خان بمبلغ وبيقول لهم ان دي الزكاه في الاسلام، وبيشاركهم خان في طقوسهم رغم انه مسلم، لكنه بيقرا قران، لكن الناس بتسمعه وبيمشوا لانهم بيبقوا شايفين ان اي واحد مسلم هو ارهابي، وده بيظلم مسلمين كتير، وبيعملوا الارهابيين حمله على امريكا، وامريكا بقت بتعارض الاسلام، واي حد مسلم بيضطهدوه، حتى الستات المحجبات بقوا يقلعوا حجابهم علشان ما يتعرضوش لاي هجوم، وانتشر التحفيز العنصري حتى الباص ما بقاش بيقف لسام، وفي المدارس بيعلموا الاولاد ان الاسلام بيحث على القتل، وبسبب ده بيتعرض سام للسخريه من زمايله، لكن ريس بيفضل جنبه وبيقول له يعرف والدته، لكن سام بيقول ان مامته مش متحمله زياده وانه مش عايز يزعجها معاه، وكمان الكوافير بتاعها بقى فاضي بسبب خان لانه مسلم، وبتتعرض حسينه للهجوم من مدير المدرسه اللي بيشد حجابها
وبتشتكي لذاكر وتعيط، وبيقنعها تقلعه وما تلبسوش تاني. وبتروح ماندرا وخان يزوروا حسينة وبيسمح لها ذاكر تدخل، وبيطلع لأخوه يدخل لكن خان بيرفض وبيعيط ذاكر وبيحضنه خان وبيقول له انت ابني الصالح، وبكده يكونوا اتصالحوا بعد سنين كره من ذاكر. وبتروح ماندرا تقدم على شغل، لكن لما بيعرفوا ان لقبها خان علشان جوزها مسلم مش بيرفضوا يا عم يا بائس انت، وبيقبلوها عادي برضه. وبنرجع تاني بقى للواقع، وان خان وصل لموكب الرئيس اللي مليان 12 عربيه، وخان ما يعرفش هو في انهي واحده، وبيخلص الموكب ومش بيقدر يقابل الرئيس علشان يقول له على اللي حصل مع سام، وده اللي هنعرفه كمان شويه. وبيفتكر لما كان قاعد مع سام ودخلت عليهم ماندرا وهما بيلعبوا جيمز، وبيجي لماندرا تليفون من ساره جارتها ان جوزها مارم هيسافر يغطي احداث الحرب في افغانستان. فبتروح ماندرا وخان يواسوها ويسلموا على جوزها، وبيقول ان العيله مش بالدم بس لان الاسره دي بقت زي عيلتهم واكتر. ولما بيروح مارك فعلا بيموت وبيرجعوه يتدفن، وفي نفس الوقت بيروح سام يواسي ريس، لكن ريس بيزق ايده ويمشي لانه بيبقى شايف ان المسلمين السبب. وبيكون خان جايب لسام كوتش جديد علشان يلعب بيه كوره زي ما هو بيحب، لكن سام بيتعصب عليه وبيوقعه في الارض. وبعدها بالليل بيروح يعتذر له وبياخد منه الكوتشي. تاني يوم بيلبسوا سام وهو رايح المدرسه، بتتكلم معاه ماندرا وترقيه حبه عيني، وبيتريق على خان ويمشي ماشيه غريبه. وبتفضل ماندرا تهزر مع خان وتضحك، وبيمشي سام للمدرسه. وبيقول خان ان دي كانت اخر مره شافه سمع فيها ضحكة ماندرا. وفي الملعب في تدريب الكورة بتاع سام كان رايح لريس علشان يتكلم معاه، وبيزعقوا مع بعض، وبيدخل ولد تاني من شلة بايظة وبيضرب سام بالكورة في صدره، فبيردها له سام في وشه. يسكت الأستاذ الفاسد بشلته؟ لا ما يسكت. رجعوا تاني وفضلوا يضربوا سام ومنعوا ريس يدافع عنه، وبعدها بيشوط كورة في صدر سام بقوة وبيقع سام على الأرض. وبيهدد الولد ده ريس إنه لو نطق هيعمل له مشكلة. وهنا بتظهر ماندرا وخان مع سام في المستشفى، وبيحاولوا معاه الدكاترة يلحقوه لكن للأسف بيموت. بعدها بتاخده تغسله في مشهد محزن جدا حقيقي، وبتلاقيه مخبوط في صدره، وبتعرف إن حد هو اللي قتله. وبيجي الشرطي بعدها وبيقول لها انه اتقتل بدافع شخصي وعنصري وانهم بيحاولوا يلاقوا المجرم. وبتروح ماندرا للملعب في المكان اللي اتقتل فيه ابنها، وبتطلع وبيروح وراها خان، لكنها بتتخانق معاه علشان هو السبب لانه مسلم، وهو السبب في موت ابنها لان لقبه كان خان. وبتقول له امشي، فبيقول لها طيب همشي بس ارجع امتى؟ قالت له لما الناس دي كلها تعرف انك مش ارهابي ويعرفوا ان ابني مات ظلم. وطبعا الناس كلها هتعرف لما رئيس الدولة يعرف ويقول لهم. وبيروح خان البيت وبيكتب رسالة لماندرا يعلقها على التلاجة، وبيلبس كوتشي سام اللي كان جايبهوله، وبيقرر يروح لرئيس امريكا يقول له انه خان ومش ارهابي. وبيفضل يمشي على رجله وقت طويل وبيركب اتوبيس للسفر. وبتفضل ماندرا تتابع مع الشرطة علشان يلاقوا القاتل، ولما خان مش بيلاقي معاه فلوس كفاية يكمل سفره بيها بيكتب على يافطة انه ممكن يصلح اي حاجة مقابل الفلوس، وبيقف بيها في الطريق وفعلا بيصلح حاجات ويسافر، وبيوصل لكنيسة يتبرع فيها بفلوسه للفقراء في افريقيا. وطول ما هو مسافر بيفضل يصلي. وبنرجع تاني لواقع خان وهو قاعد بيكتب، وبيجي ولد بيقع من على العجلة بتاعته قدامه وركبه بتتعور، فبيقول له خان للاسف ما بعرفش اصلح ركب. فالولد بيقول له طب ساعدني، فبيشيله يوديه لمامته. فام الولد بتشكره وتحضنه وتغسل له هدومه وتاكله، وبتحكي له عن ابنها اللي مات في حرب في العراق، وبيحكي لها هو كمان عن سام وبتتأثر الحقيقة. وبيروح معاها الكنيسة لحفلة تأبين الشهداء اللي ماتوا في العراق، وبتاخد صورة سام وبتضيفها لصور الشهداء، وبيغنوا أغنيته اللي بيحبها سوف نتغلب على الظروف يوما ما. وبتروح الملعب بصورة ابنها علشان اللي يعرف اللي قتل ابنها يتكلم، لكن ريس بيخاف يقول لها. وبيمشي خان من عند الولد وأمه وبيودعهم. وهنا بنشوف الضابط وهو بيقول لماندرا إنهم مضطرين يقفلوا القضية ضد مجهول لأنهم ما لقوش القاتل. وبتنهار ماندرا علشان بتحس ان حق ابنها ضاع، وبتروح تطبع ورق مكتوب فيه مين قتل سمير خان، وبتوزعه على كل اللي في المدرسه والبيوت. وبيوصل خان للوس انجلوس في الحرم الجامعي علشان الرئيس هيوصل هناك، وبيكون وصل قبله ب3 ايام علشان يقدر يقابله المره دي. وبيروح خان يصلي في مسجد هناك، وبيسمع واحد اسمه دكتور فيصل بيحث المسلمين على القتل والجهاد، فبيتضايق خان وبيقطع كلامه وبيقول له ربنا ما امرش بكده، وانه امرنا بالرحمه مش بالحرب والقتل. وبيفهمهم وبيستغربوا من كلامه وبيقتنعوا، وبيقول على الدكتور ده انه كذاب وشيطان، وبيمشي ويسيبهم. وبعدها بيطلع يتصل على حسينة وبيطلب منها رقم البوليس، وبيكلمهم وبيبلغ عن فيصل وجماعته. وبعدها بيروح الحرم الجامعي للرئيس، وبيكون الناس متحمسين وفي هناك صحفيين، وبيفضل ينادي خان على الرئيس لكن محدش بيسمع غير الصحفي اللي بيصوره، وبيفضل يقول انا خان انا مش ارهابي. ولما سمعوا كلمة ارهابي الدنيا اتقلبت وانقضوا عليه وضربوه ووقع في الارض. وبيكرر الصحفي الفيديو بتاع خان وبيقول عليه انه راجل غريب، وانه فضل يكرر كلمة انا مش ارهابي انا
فعلا مش إرهابي أول ما الرئيس وصل، وبيتكلم مع زميلته وبتقوله إنها خايفة من قصته علشان مسلم، وبيقرر الصحفي إن يكون ده موضوعه وتشارك معاه زميلته وهي خايفة برضه. وهنا بيظهر خان وفي طريقه للسجن بعد ما اتحكم عليه إنه إرهابي، وبياخدوا يحبسوه، وبيفضل الصحفي ده هو وزميلته يفحكشوا وراه علشان يجمعوا معلومات عنه سواء بطرق صحيحة أو غلط. وبيقتنع أصحابه وصحف النشر إنهم ينشروا موضوع خان، لكن مش كلهم بيوافقوا، وبيفضلوا يعذبوا في خان في السجن شوية ويعلوا درجة الحرارة جدا وشوية يبردوها قوي. حتى ميعاد الصلاة مش بيعرفوه، لكنه كان بيصلي كل ما يحس إنه خايف علشان يطمن، وبيفضلوا يحققوا معاه. وبعد محاولات من الصحفي بينشر واحد من أصحابه فيديو خان في أخبار التلفزيون، والدنيا بتتقلب وبيعملوا لقاء مع أخوه ومراته، وكل الناس بتطلع تدعمه، وبيلاقي إن مسلمين كتير كانوا مظلومين بسبب الإرهاب وملهمش يد فيه. وبيشوف رئيس الأخبار وضميره بينقح عليه شوية، والكل بقى بيحاول يثبت براءة رضوان خان. الناس اللي قابلهم في سفره وجمعية التوحد وحتى ماندرا كانت هتتجنن عليه. ووصل للشرطة مكالمة مسجلة لخان وهو بيبلغ عن فيصل والمجموعة بتاعته علشان إرهابيين، وبيتقبض عليهم وبيطلع براءة، وبيخرج من السجن وبيلاقي كل اللي بيدعموه في انتظاره. ولما بيطلع لمكتب الضابط بيشم ريحة عطر ماندرا وبيعرف إنها كانت هنا، وبيخرج بيشوفها لكنه مش بيرضى يقرب لها لانه لسه ما وفاش بوعده ليها. وكل واحد من المسلمين بعدها قدر ياخد مكانته في المجتمع تاني. حتى حسينة رجعت الجامعة بالحجاب وقالت لهم ان الحجاب شخصيتها مش مجرد عنوان لدينها. وبيسمع خان في التلفزيون وهو ماشي ان ولينا البلد اللي قابل فيها الولد الصغير ومامته جيني فيها اعصار وغرقت كلها، وبيسافر لهم وبيلاقي البلد كلها غرقت بالفعل. وبيروح للكنيسة برغم كل ده، لكنه بيلاقي فيها ناس عايشين لكن كلهم مصابين. لكن بيلاقي ماما جيني وابنها عايشين، وبيقع سقف الكنيسة على اللي موجودين. بس بيوصل الصحفيين وجايبين شوية معونات، وبيلاقوا خان شغال مع الناس وبيصلحوا السقف، وبيتشهر اكتر بعدها. لكن بنلاقي اخوه ومراته وناس كتير جايين ينقذوا الناس اللي في الكنيسه وسط الاعصار ده، ووصلوا معاهم بلدهم وبيعملوا معاه حوار صحفي وهو شغال مع الناس. وبيسالوه ليه كنت عايز تقابل الرئيس، بيقول لهم عن السبب وانه كوتشي ابنه سام اللي خلاه يقدر يمشي كل ده، وانه كان حابب يلعب بالكوتشي ده مع صاحبه ريس. وبيكون ريس شايفه وبينقح عليه ضميره تاني، وبيقرر يروح لام سام علشان يعترف لها باللي حصل. وبيتبلغ ماندرا وبيعترف ريس للشرطه، وبيتقبض على كل الولاد اللي عملوا كده. لكن بتطلب من الشرطه انهم يخففوا عنهم العقوبه، وبيشكرها ريس لكنها بتقول له انا عملت كده علشان مامتك مش عشانك. وبتحس وقتها بالفرحه انها رجعت حق ابنها، وبتروح تطير بلالين من نفس مكان موت سام. وهنا بيقرر خان يسافر علشان يلحق الرئيس قبل الانتخابات الرئاسيه، لكنه بيتفاجئ بماندرا وراه. وقبل ما يقربوا لبعض بيجي واحد من اللي كانوا في المسجد اللي بلغ عنهم خان وبيطعنوا بسكينه، وبياخدوا خان على المستشفى. في نفس الوقت بيفتكر كل حاجه حصلت معاه من اول الفيلم لحد دلوقتي، وبيفتح عينه بيلاقي ماندرا في وشه ماسكه مذكراته وبتعيط، وبيقول لها انت بتعيطي ليه وليه انا ما متش؟ قالت له انا عارفه بس ده علشان الحبكه الدراميه وكده. وبيقولوا لبعض انهم بيحبوا بعض. وبيطلع خان من المستشفى لكن بيرفض يروح بيته قبل ما يقابل الرئيس. وبتقول له ماندرا ما انا خلاص هخليك تروح معايا. قال لها امي قالت لي الراجل المسلم الصح بيبقى قد كلمته ولازم ينفذها. وبيروح فعلا يقابل الرئيس، لكنه بيكون اتغير وتعين رئيس جديد. وبيفضلوا الناس يدعموه لحد ما بيخرج الرئيس من العربيه بتاعته وبيوافق يقابله. وبيواسيه الرئيس وبيقول له ايه يا عم الشهره دي، انت بتظهر في التلفزيون اكتر مني. وبتقول ماندرا في عقل بالها هو ده الحب، انه جمعنا على الانسانيه، وان زمان سام كان فرحان وانها مش هتخسر خان تاني مهما حصل. وبس يا سيدي بكده الفيلم يكون خلص. ما تنساش لايك الاعجاب والاشتراك في القناه دي علشان يظهر لك التلخيص الجاي. سلام.